السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو لسه أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. النهاردة كده هعمل معاكم الطاجن العسل ده، طاجن مسقعة باللحمة المفرومة. تمام. سهل جدا، مش هياخد مننا أي وقت خالص. عندي هنا البتنجان، أنا جبت الأول ايه طاسة. خلاص حطيت فيها شوية زيت، تمام كده. هنعصج اللحمة المفرومة. خلاص هنعصجها عادي جدا. بالطريقة العادية بتاعتنا خالص. عندنا شوية زيت كده في الصينية دي. اسيبهم بس يسخنوا كده. حطيت فرمت بصل في الكبة وحطيت نزلت بيه كده على الزيت بعد ما سخن. هديله تشويحة بس مش هسيبه يغير لون. تمام، هشوح بس البصل كده بس يدبل. وبعدين هنزل باللحمة المفرومة. خلاص البصل معايا اهو. خلاص البصل معايا، اول ما دبل نزلت باللحمة المفرومة. خلاص هعصجها بقى كده، خلاص التعصيج العادي بتاع اللحمة المفرومة اللي احنا بنعصجها. هحط بس شوية ملح وشوية فلفل اسود. مش هحط حاجة تاني عليها وهسيبها بقى ايه تستوي معايا. خلاص هحط بقى الملح والفلفل الاسود. الملح اهو معايا. واحط الفلفل الاسود كمان. خلاص كده خلصت، هقلب بقى وهسيبها تستوي. تمام. مش هنزود ملح في اللحمة عشان لسه هنحط شوية ملح كمان في الصلصة بتاعت المسقعة. سهلة جدا ومش هتاخد معانا اي وقت ووصفة حلوة. حطيت قرن فلفل هنا معايا يديها طعم حلو قوي. مش كتير يعني، قرن فلفل صغير. بس هنا كانت خلاص خلصت معايا اللحمة المفرومة. عملت ايه بقى؟ اللحمة المفرومة نقلتها في طبق تاني وفي نفس الصينية هحط فيها برضو شوية زيت علشان نعمل ايه الصلصة بتاعتها. خلاص هسيب بقى الزيت بس معايا يسخن. تمام. في الوقت ده انا حاطه في الطاسه فيها زيت، بقلي البتنجان، مقطعه البتنجان وبقليه. خلاص حطيت بقى فصين توم مفرومين على شويه الزيت. خلاص هشوح في التوم بس كده يغير لونه. وبعدين بضرب طماطم في الخلاط. هنزل بيها على الثوم بعد ما ايه احمره بس كده حاجه بسيطه. عايزاه بس لونه يبقى ذهبي كده. خلاص كده هحط بقى، انا بضرب طماطم في الخلاط. هنزل بالطماطم على طول واسيب بقى ايه الطماطم تتسبك بشويه ملح برضو. وهسيبها ايه تتسبك. انا بس بقلب في الثوم كده علشان ايه ما يتحرقش مني. هنا كان خلاص اهو غير اللون بتاعه. خلاص هنزل بقى بالطماطم. انا ضربها في الخلاط. يبقى انا كده عملت ايه؟ عصقت الاول اللحمه المفرومه في شويه زيت بحبه ملح وحبه فلفل اسود وقرن فلفل اخضر. تمام، قطعيه اي تقطيعه. وعصقت اللحمه المفرومه نقلتها في طبق تاني. وفي نفس الصينيه حطيت فصين توم في شويه زيت حمرتهم. وبعدين نزلت بالطماطم المضروبه في الخلاط. وهحط شويه ملح بس. وهسيبها بقى ايه تتسبك معايا. خلاص الموضوع سهل جدا ومخدش معايا اي وقت خالص. هنا كانت خلاص بتتسبك اهي. ماشي، انا حاطه بقى بقلي البتنجان اهو.
حطيت بقى اللحمة المفرومة في الصلصة كمان، تاخد معاها غلوتين بس كده وخلاص. لو عايزة بعد ما ترصي الصينية او الطاجن بالبتنجان ممكن تحطي اللحمة المفرومة طبقات بس من غير الطماطم، وتنزلي بالطماطم في الاخر، مفيش مشكلة. بس انا حبيتها كده اكتر. حطيت اللحمة المفرومة على الطماطم وهي بتتسبك، اخدت غلوتين معاها يعني كملت تسبيك اهو. ده كده كان شكلها. رايح فين رايح فين رايح فين؟ خلاص هنا كان تمام. اللحمة المفرومة خلصت والتسبيكة تمام، وقليت البتنجان معاكم. هنرصه كده في الطاجن. ممكن كنت اعمله في صينية عادي جدا، بس حبيته في الطاجن اكتر يعني. خلاص هرص بقى طبقات، طبقة بتنجان، طبقة من اللحمة المفرومة اللي بالصلصة ده، طبقة بتنجان، طبقة باللحمة المفرومة، لحد ايه ما الكمية معايا تخلص. خلاص دي اول طبقة كده. هحط بقى طبقة اللحمة المفرومة اهي. يبقى حطيت الاول طبقة بتنجان، طبقة لحمة مفرومة اهي، وبعدها احط طبقة بتنجان تانية واللحمة المفرومة، وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية. الطريقة دي حلوة جدا 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 وهتعجبكم قوي. ما تنسونيش بس في اللايك، وما تنسونيش في الاشتراك لو لسه ما اشتركتوش، وعايزة كومنت حلو منكم. طبعا انا بشكركم على التعليقات الجميلة بتاعتكم، ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم ليا ان شاء الله. خلاص ادي تاني طبق اهو. انا الطاجن ده عاملاه بنص كيلو لحمه مفرومه، كان ممكن امشيها بربع برضو عادي، بس هي كميه كده حلوه كويسه علشان يبقى فيها كل المسقعه تبقى برضو فيها لحمه مفرومه. خلاص بحط بقى طبقه البتنجان التانية لحد بقى ايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. انا بوريكم بس حطيتها ازاي طبقات. يا رب تعجبكم. كده طبقه اللحمه المفرومه التانية. خلاص بحط برضو بقية كمية البتنجان بقى كلها. ده كده خلاص الشكل النهائي. خلاص هنا بقى انا مسخنه الفرن خلاص ومشغلاه من بدري. احط فيه الطاجن هنا بعد ما خلص معايا اهو. هنا بس كان النور قطع عشان كده الاضاءه يعني ده بكشاف التليفون. الصوره ان شاء الله اللي حطها لكم المصغره هتلاقوها بالصوره حلوه والضوء حلو ان شاء الله يعجبكم. متنسوش اللايك والسلام عليكم.